الحكاية دي بدأت في بحيرة جميلة وآمنة كان فيها كتير من البط السعيد، غير بطتين كانوا حاسين بالملل وعايزين يخرجوا من البحيرة علشان يشوفوا ايه اللي بره. وفي يوم من الأيام قرر البطتين دول يخرجوا ولقوا عصفورين بيطيروا بعيد، والبطتين وقفوا يبصوا لهم وقرروا يروحوا وراهم يكتشفوا العالم، لكنهم لقوا نفسهم في فخ الطيور المفترسة وبعد شوية ماتوا. في اللحظة دي بنعرف إن ده كله كان حدوتة قبل النوم، وبيحكيها أبو البطتين واسمه ماك لأولاده وين وداكس. ومن خلال الحكاية ماك كان بيحاول يحذر أولاده من إن خروجهم من البحيرة مش أمان. بعد كده عرفنا إن أم البطتين دي واللي اسمها بام كانت شوية أكتر مرونة، وحاولت تخفف شوية من الحكاية دي علشان ولادها ما يخافوش من اللي بره البحيرة. وبام وماك اتخانقوا شوية لأن عندهم بعض الاختلافات، لأن هي عايزة تسافر أكتر وتطلع من البحيرة من وقت للتاني. وبعد مناقشة بين وين وبام كلهم ناموا، وتاني يوم كان يوم عادي والكل كان بيستمتع. فجأة بام نادت أولادها علشان يشوفوا إزاي كتير من البط وصلوا للبحيرة، وده حدث بيحصل مرة واحدة في السنة واسمه الهجرة. والمهاجرين دول الأم البطة عايزة تتعرف عليهم، بس ماك مش موافق على كده. وفي نفس الوقت وين وداكس قربوا وعرفوا نفسهم للبط اللي وصلوا هناك، وداكس اتعرف على كيم ودي بطة حلوة دعته ينضم ليهم في رحلتهم. والبطوطة نادت أهلها واللي قالوا ليهم إنهم رايحين جامايكا، وده مكان جميل والمية فيه بتلمع في الليل وفيه كتير من الطيور الودودة. وين اتحمس لأنهم عايزين يروحوا، بس فجأة ماك ظهر بصورة وقحة وقال لأ ومش ممكن يروح معاهم أبدا، وخيب آمال أولاده. والبط الأزرق قرروا يكملوا طريقهم، ومع ذلك بام عاتبت ماك على إنه ممل ومش عايز يطلع بره أبدا. وهنا مراته اعترفت له ان اللي سعيد يفضل في البحيره هو وبس، لانها بتحلم انها تسافر وتطلع من هنا في يوم من الايام، وده حلمها من وهي صغيره. وقالت له انك مش ممكن تعيش بخوف طول حياتك وتزرع الرعب ده في اولادك. وكمان قالت له انه لازم يفتح عينيه ويسيب الخوف ده والا هيخسر كل حاجه. وفي الليل ماك فكر في كلامه مع بام وقابل عمه دان اللي قال له انه سمع المناقشه العائليه اللي حصلت امبارح وانه متفق معاه جدا ومش لازم يسيب البحيره ابدا. وماك كان سعيد لما سمع كلام عمه، وكمان قال له انه لو فضل هيعيش حياه زيه سعيد وسليم ولوحده. لكن كلمه لوحده دي طبعا مش عاجبه ماك خالص لانه مش عايز يكون لوحده. ومع شروق الشمس ماك راح يصحي عيلته كالعاده وكان سعيد جدا، وقال لهم انهم يستعدوا علشان يعيشوا مغامره جديده لانهم كلهم هيسافروا لجامايكا زي البط الازرق اللي عرفوهم امبارح. ولا بام ولا داكس ولا وين صدقوا اللي سمعوه، بس كلهم كانوا فرحانين انهم هينزلوا من البحيره اخيرا. لكن وهم لسه هيحتفلوا عمه دان وصل، ولما شافوه دعوه يروح معاهم. ورغم ان ماك مش كان موافق في الاول وعمه كمان في الاول رفض الدعوه، لكنه وافق في الاخر بفضل اصرار وين. وبنتوقع ان البط العجوز ده هيكون شويه اكتر تسليه في الرحله. وبعد ما ماك جهز كل حاجه العيله طارت لاول مره تجاه وجهتهم الجديده، والكل كان متحمس جدا يشوف اكتر من بحيرتهم. ومع ذلك فجأة اكتشفوا انهم مسافرين جنوب ناحية جامايكا، بس باقي البط رايحين في الاتجاه المعاكس. ايه اللي حصل؟ وبعدين بنعرف ان السبب انه كان في عاصفة رهيبة والعيلة انتهت رحلتهم في وسط المطر وبيستخبوا في صندوق خشبي صغير يا دوب يدخلوا فيه كلهم. ومع وجودهم هناك لقوا طير مالك الحزين واسمه إيرين. وين كانت خايفة لأنها قالت إن دي زي العصفورة اللي أهلها قالوا عليها في الحكاية، وقالوا إنها وحشة ومفترسة. لكن مالك الحزين كان لطيف جدا ووداهم بيته اللي كان مخزن صغير، وهناك عرفتهم على جوزها اللي كان بشع جدا واسمه هاري. وهناك كل ما يعرفوا مالك أكتر كل ما يحسوا إنها عايزة تاكلهم، خصوصا لما جابت لهم مقلة زيت علشان يناموا عليها وحاسين إن حاجة وحشة هتحصل. علشان كده عيلة مالك الحزين كانت نايمة وعيلة البط كانت بتحاول تهرب، لكن إيرين صحي ومنعهم. ورغم انه كان باين عليه انه عايز يمسكهم علشان يأذيهم، لكن في الحقيقة كل ده علشان ينقذهم، علشان سمكة البرانة ما تاكلهمش. والموضوع انتهى بانهم شكروه جدا. وفي الصبح عيلة البط ودعت مالك الحزين وكملوا مغامرتهم العظيمة. وهم لسه في الطريق داكس قال لأبوه انه لازم يشوف حاجة، وماك طلع وراه علشان يروح ورا ابنه. ولما وصل لقوا منظر رائع فوق السحاب. شوية المنظر ده كان تحفة جدا وحاجة عجبت الكل، والبطوط الصغيرين كانوا بيلعبوا والكل كان سعيد جدا. لكن من العدم نقطة حمراء ظهرت بين السحاب وهم مش عارفين ايه هي. وشوية شوية قربوا واكتشفنا انهم كانوا بيمروا قريب من مبنى ضخم وكانوا داخلين المدينة العظيمة، مكان مش معروف خالص ليهم. هو في ايه؟ البط مش عارفين يمشوا وكان عندهم مشاكل كتير، وتقريبا كانوا هيتصدموا بالهياكل والمباني اللي كانت في المكان. ومع ذلك بعد ما عدوا كل العقبات دي والمخاطر ماك مسك زمام الامور وحوط عيلته في مكان امن. المشكلة انهم اكتشفوا ان بام مش معاهم، فماك بقى يدور عليها، حتى فضل يدور في الزبالة. ورغم انه كان فاكر انه خلاص لقاها، لكن في الاخر اكتشف ان دي كانت فارة مش لطيفة. لكن لحسن الحظ بام كانت كويسة، كانت فوق مبنى، والعيلة اتجمعت تاني دلوقتي وبيستعدوا علشان يخرجوا من هناك قبل ما يشوفوا المدينة الضخمة. واكتشف انه عمه دان مش معاهم هو كمان، وده لما اكتشفوا انه كان متعلق بعيد، لكنه في الاخر برضه قدر يحرر نفسه، بس انتهى بانه ملفوف في بطانية
والهوا خده بعيد عن عيلته. ورغم ان ماك كان مستعد يسيبه هناك، بام عنفته وراحوا يدوروا عليه. وفي نفس الوقت عمه دان وصل لمزبله ولقى قطعه اكل، بس بعدين اكتشف ان المكان ده فيه حمام وعمه هيموت من الجوع فمش هيقسم اكله. بس قبل ما ياكلها كتير من الحمام حصروه وعايزين ياخدوها منه. وفي نفس الوقت عيله البط لقوا عمه دان واكتشفوا انه كان في مشكله. وين وداكس خرجوا اول حاجه علشان ينقذوا عمهم العجوز، وبسرعه بداوا يساعدوه. وبسرعه ماك وبام وصلوا هما كمان علشان يساعدوهم. في الوقت ده ماك فقد شويه من السيطره ونادى على الحمام وشتمهم، فظهرت القائده واسمها بيجون. وبيجون مش عاجبها خالص إهانة البط، وهيكون في مواجهة بين الحمام وماك. بس فجأة بام بتتدخل بسرعة وقالت إنها عارفة إن في بعض الأحيان جوزها مش بيسيطر على كلامه، وكمان قالت إنها عارفة إنه عايز الأكل، فاقترحت عليه يعملوا صفقة مع بيجون. وبعد شوية مفاوضات في الآخر نجحت الصفقة، وعمه دان انتهى بإنه بيقسم الأكل معاهم والكل بقى كويس. وبيجون قالت لبام إنها عجبتها فاقترحت عليها تساعدها أو أي حاجة، وبام استغلت اللحظة علشان تطلب منها المساعدة فعلا علشان تلاقي الطريق لجامايكا. وقالت لها إنهم ضاعوا في المدينة الكبيرة، ولحسن الحظ بيجون قالت لها إنها بتعرف حد ممكن يساعدهم. ورغم إنها أكيد هتتعب الحمامة شوية، لكنها قالت لهم يمشوا وراها علشان توصلهم لصاحبها. وماك فكر إنه هيعبر المدينة الكبيرة ورفض لانها خطيره، ورغم ان بيجون بتحاول توضح له ان مفيش حاجه من دي ومفيش حاجه يخاف منها. في الاول كان في بعض المشاكل المؤلمه، بس في الاخر قدرت توصله بالمدينه علشان يوصلوا لصاحبها على طول من فوق. والبط انبهر بالاضاءه العظيمه للمدينه، حتى عمه دان جاب لوين بالون ضخم وخلى البطوطه الصغيره تطير في اتجاه تاني. بس بعدين ماك راح يساعدها، وبعد ما عدوا كل المشاكل دي في الاخر وصلوا للمبنى اللي فيه صاحبها. وقبل ما يدخلوا بيجون حذرتهم علشان يخلوا بالهم لان صاحبها طباخ خطير وممكن يصطادهم. وبعد ما قالت كده البط والحمام اتسللوا بشويش للمكان، ووصلوا لعصفور اسمه ديل روي، وباين عليه انه كان محبط جدا او مكتئب لانه محبوس في قفص. ولما سالوه عن جامايكا هو زعل اكتر وقال لهم على الارشادات وازاي يوصلوا. لكن مش سهل ابدا اننا نفهم ديل روي بيفكر ازاي، لانه بعد ما قال لهم الارشادات هو زعل اكتر وفضل يفتكر طفولته وكل اللي بيحبهم وافتقدهم. ولما شافوه كده داكس مش عايز يسيبه في القفص محبوس، بس اكتشف انهم محتاجين مفتاح علشان يفتحوه، والمفتاح مع الطباخ في جيبه. فداكس خطط يتسلل علشان ياخده. طبعا ماك رفض يعمل كده، بس ابنه عاتبه لانه جبان وقال انه مش جبان. وقتها ماك قرر انه بدل ما ابنه اللي يروح هو اللي هيروح، وماك اتسلل للمطبخ. لكن الطباخ كان هناك، ولما دخل المكان عرف الطباخ ومساعديه، وبسرعه اكتشف ان الراجل كان شرير لان مساعديه كانوا خايفين منه. وماك شاف ان واحد من رجالته بيعلق الشنطه بتاعه الطباخ وان المفتاح كان فيها، والبط حاول يقرب علشان ياخده بس كان في بعض المشاكل. وفي الطريق قابل بام واللي عايزه تساعد هي كمان لانها عايزه تعيش المتعه دي، شكلها كده يا مجنونه. وهما الاتنين حاولوا يوصلوا للمفتاح، بس فجاه ماك لاحظ ان الطباخ بيجهز طبق، والطبق ده بطه بالبرتقان. وبام على وشك تاخد المفتاح وتوصل، بس في الاخر ماك اتخض وعمل كارثه وده خلاهم يتكشفوا قدام الطباخ، فحاول البط يهرب منه. فبعد ما عملوا فوضى كبيره قدروا يخرجوا من المطبخ، وبسرعه قابلوا كتير من الزباين اللي قاموا من على كراسيهم لان الليله دي هيرقصوا صلصه. واكتشفوا انهم في موقف خطير جدا لان الناس وهي بتتحرك ممكن تدوس عليهم. ومع ذلك ماك بعد ما شاف الوضع الخطير ده لقوا طريقه علشان يقدروا يهربوا من هناك، وقرر يمشي مع الموسيقى ويرقصوا على ايقاع الصلصه. وشويه شويه كلهم بداوا يعملوا حركات الرقص بتاعتهم، وبام وماك خرجوا من حلبة الرقص اخيرا. في اللحظه دي الطباخ خرج من المطبخ وشافهم، فبسرعه البط وصلوا لديل روي وحاولوا يدخلوا المفتاح في القفص بالطريقه الصحيحه. وعمه دان دفع ماك وخلاه يبلع المفتاح، والكل حاولوا يخلوا ماك يطلع المفتاح. بس في اللحظه دي وصل الطباخ فبسرعه استخبوا. المشكله ان بالون وين بدات تتفرغ وبتعمل صوت، وماك حاول يوقفه عن طريق اخذ الهواء من البالون، بس انتهى بانه بقى بالونه هو كمان. وبسرعه قابل الطباخ ماك وبقى يرمي الهواء وعمل فوضى في المكان، بس لحسن حظه قدر يضرب الراجل وكمان قدر يستعيد المفتاح. وديل روي هو اللي اخده وحرر نفسه وبقى سعيد جدا وطاير وهو فرحان. وبعد ما اكتملت مهمه انقاذ ديل روي هو كان شاكر جدا ليهم لانهم حرروه، فبيقول لهم انه هيوصلهم لجامايكا بنفسه علشان ما يضيعوش في الطريق. بعد كده بترجع بيجون وهي حزينه وبيمشي في طريقه. وبام سالت ديل روي اذا كان صحيح ان المايه في جامايكا بتلمع في الليل. العصفور قال لهم ان كل اللي قالوا عن جامايكا احلى من اللي بيفتكروه، وقال لهم انا مش قادر امسك نفسي من الفرحه. وهم لسه بيسافروا وين نادت على امها لانها عايزه تبص وعايزه تنزل علشان تروح الحمام. وبام قالت لها انها ممكن تعمل كده وهم طايرين، بس البطوطه اتكسفت تعمل كده. ورغم ان امها حاولت تبقى ثابته بعد مناقشه صغيره الكل اجمع انهم ينزلوا وبيروحوا تحت علشان تقدر تروح بين الشجر. وفجاه اكتشفوا ان في مكان مخفي، وبدون خوف ماك الشجاع قرر يدخل وقال للباقيين انهم يمشوا معاه بس يبقوا مع بعض وصامتين. وبكده لقوا نفسهم وصلوا لقاعه بط
وكانوا زي اللي بيتأملوا مندهشين، والبط مش فاهمين ايه اللي بيحصل، فكانوا بيقولوا انه احسن يخرجوا من هناك. بس في اللحظة دي عمو دان خلاهم يتكشفوا، والكل شافوه، وقائد المكان رحب بيهم ووراهم ان ده مكان رائع للبط. في اللحظة دي البشر وصلوا وفتحوا الابواب، وظهر مكان رائع اسمه مكان الانسجام. ده كان زي جنة البط، والبشر هناك بيدوهم اكل كتير ومش بيبخلوا عليهم علشان راحتهم. وبعد ما عرفوا عن المكان، وين وبام اقنعوا ابوهم وباقي العيلة بسرعة يستمتعوا بالمكان. ومع ذلك داكس اكتشف ان الطباخ وصل في عربية كبيرة، وإن في الحقيقة هناك بيجهزوا البط علشان يبيعوهم للطباخ، وإن الطباخ ده بيطبخهم. لكن البط بيعتقد إن العربية دي بتاخدهم في رحلة كبيرة. فداكس حاول يقنع القائد اللي بيحصل، لكنه ما بيصدقوش، وواضح إنه مش مهتم بكلامه. وماك اكتشف إن في حاجة بتحصل، وقرب وراح للطباخ، فبيقول لداكس إنه يروح مع أمه وهو هيفضل يحل الموضوع. وداكس عايز يساعد، فبيخالف أبوه وبيفضل علشان ينبه باقي البط. هو عايز يقول لهم إن الطباخ ده شافه ويعرفه كويس ومسكه قبل كده، لكن الطباخ شافه ومسكه. فماك لما اكتشف كده هو ساعده علشان يحرر نفسه. ورغم ان الولد بقى من غير بعض الريش، الطباخ كان هيمسكهم الاتنين. بس بام بأمر من ماك خلت باقي البط فهموا اللي بيحصل، وخرجوا من العربية وصدموا الطباخ ومنعوه من انه يمسك ماك وداكس. وبعد لحظة الخوف دي اتجمعوا مع الباقيين وجريوا داخل المكان، وقالوا لبام والباقيين انهم يطيروا ويخرجوا من هناك بسرعة. وبكده الكل بقى بيطير، وداكس طبعا لازم ابوه يشيله لانه مش قادر يطير بسبب نقص الريش. وبعد فترة طيران طويلة وصل كل البط المكان آمن، وهناك ماك عاتب ابنه بسبب مخالفته ليه. وبعد فترة قصيرة لاحظنا ان داكس كان حزين، واخته وين حاولت ترفع معنوياته شوية وتحضنه. لكن وده بيحصل بنشوف ان الطباخ في الهليكوبتر بتاعه كان بيدور على البط، لحد ما في الاخر لقاهم ومسكهم كلهم ورمى عليهم شبكة ضخمة جدا. وين وداكس قدروا يستخبوا والطباخ ما مسكهمش. ومن ناحية تانية بنشوف ان الطباخ حبس كل البط في قفص ضخم، بس بام وماك حطوهم في قفص منفصل. وداكس ووين حزينين لانهم مش عارفين فين اهلهم. ووين كانت بتعيط، بس داكس اتسلح بالقوة، ولما شاف اخته بتعيط وبتحلم بريش ديلروي جات لها فكرة عبقرية. وبنرجع للهليكوبتر، وبام كانت حزينة جدا على الوضع اللي حصل، وبعد ما حاولت تهرب كتير وما بقتش قادرة فبقت مستسلمة. ومع ذلك ماك شجعها، واكتشفوا انهم يقدروا يمشوا وهم جوه القفص، فبيتصرفوا بالرأس بشكل متزامن علشان يروحوا للباقيين. وبعدين بعد رقصة رائعة جدا تقريبا قدروا يطلعوهم من القفص، بس الطباخ اكتشفهم وكان على وشك يرجع لهم تاني. ومع ذلك في اللحظة دي باقي البط وديلروي ساعدوهم ورموا عليهم بعض الفواكه والخضروات، وفي الاخر رموا عليه قرعة ضخمة وخلوا الطباخ فاقد للوعي. المشكلة ان لما الطباخ كان بيقع هو ضغط على زر بيخلي ابواب الطيارة تتفتح، وبام وماك خرجوا من الطيارة. بس في القفص الزوجين بيعتقدوا ان كل حاجة راحت، لكن في اللحظة دي شافوا داكس بيوصل بريش ديلروي اللي كان بيطير بسرعة جدا، وبمساعدة الاولاد قدروا يطلعوا كلهم من القفص. فبقت العيلة اتجمعت من تاني، وفي نفس الوقت باقي البط قدروا يطلعوا من القفص الضخم، فبقوا كلهم بيروحوا مع العيلة هم كمان. وبنشوف الطباخ وهو وضعه مش تمام خالص لأنه متعلق في الطيارة. وبعدها البط رجعوا لمشوارهم وديلروي بيقودهم، بس مع شروق الشمس اكتشفوا انه ضاع. بس ما تقلقوش لأن ماك اكتشف ان المية بتلمع، ولما النهار طلع اكتشفوا انهم وصلوا فعلا لجامايكا، والكل كان سعيد والمكان كان رائع. وديلروي في الاخر اتجمع مع عيلته هو كمان واصحابه، حتى داكس قابل تاني كيم وعيلتها واللي انضم ليهم. وكده ماك وعيلته بيستمتعوا بالجنة، وعيلتهم كلهم بيشكروهم لانهم اتجرأوا وشجعوهم على الخروج من البحيرة. وبعد فترة في الربيع بنشوف ان عيلة البط بيستعدوا علشان يرجعوا لبيتهم من تاني. بس بعدين بنشوف ان ماك قال لبام انا وعدت ان هودي الطيور لبيوتها لان دي كانت البطاريق اللي هتروح جنوب. فبعد ما اقنع عيلته البط انطلقوا كلهم في رحلة للجنوب مع كل عيلتهم والبطاريق. وهنا بينتهي الفيلم، ونتقابل في تلخيصة جديدة، وشكرا للمشاهدة.